السلام عليكم ورحمة الله. بسم الله نبدأ. وقبل أي حاجة أنا حابب أشكر كل الناس اللي عملت اشتراك وعملت لايك وتابعت الفيديو للآخر، وفضلا لو تدعمونا باشتراك ولايك، وشكرا ليكوا على وقفتكم معنا. ありがとう。 وفي قصر كبير الشيوخ بنلاقي جوي بيحاول صقل روحه الظلامية عن طريق التأمل. قال له كبير الشيوخ استرخي كده وركز وانت هتجيبها. قال له جوي مفيش فايدة، أنا عمري ما قابلت حد زيه قبل كده، وأنا اللي طول عمري بتدرب على الفنون القتالية وبس. قال له أي نعم أنت قوي في فن شيطان العالم السفلي، بس هو أعلى منك بمراحل بالنسبة للحالة العقلية. تقدر تقول كده إن هو في طبقة السماء العميقة وانت لسه في صقل العظام. عايز أقولك إن أي حد عظيم لازم يكون بيقرأ ويثقف نفسه عشان يكتسب خبرة، لأن الخبرة أساس الحكمة، والناس اللي من النوعية دي دايما بيحبوا العزلة عشان يثقلوا قواهم الذهنية والعقلية. ومثال حي قدامك المبجل العظيم ده وصل لعالم الإنارة في 100 سنة. سأله جوي طب حالته العقلية عاملة إزاي قدامه؟ قال له 0/10، لأنه شخص مش عادي، ده عبقري وجامد جدا. خد بالك وانت بتتعامل معاه واوعى تستفزه. وفي قسم العمال كان زاو فان بيعمل تعويذه لفتح مصفوفه الدم اللي من المستوى السابع. فقال الشاب عمو انا مش عايز اخش، انا اقسم بالله ممكن اعملها على روحي دلوقتي. رد عليه قال له ما تسترجل يالا وانشف كده، مالك في ايه؟ اجيب لك بريل؟ دي البت قمر برقبتك، دخلت المصفوفه الشيطانيه لوحدها ايه لوز. فقالت له مش انت زقتني باين ولا انا ما كنتش فاكره؟ عمل نفسه من بنها وقال لها انا يا بنتي. راح ابوه اداله شلوت جامد يا عم حامد، دخله جوه المصفوفه. سال كوي زوفان يا ترى المصفوفه دي كويسه ولا ايه؟ قال له لو قدر يخترقها هيعيش، ولو فشل هيموت. في نفس الوقت كان بيفتح مصفوفه تانية للبت القمر، ومن غير ما تحس شدها من قفاها وراح رميها جوه. بنعرف هنا ان دي مصفوفه الوهم لصقل الحاله العقليه لاختبار مشاعر الحزن واليأس والغضب، ولو قدرت تتغلب على شيطانها الداخلي هتقدر تخرج من المصفوفه. بعد 3 شهور تم اعاده المسابقه الداخليه، كان من ضمن ال5 الفايزين كوي العقربه، ولسه هيعلن زعيم الطائفه عن تلاميذ النخبه. ظهر في المكان جانج وطلب من الزعيم تحدي الاخ شو، اللي قال انت يا ابني عبيط ولا ايه؟ الفرق بيني وبينك 5 مراحل صقل كامله. وفعل درع الضوء المتدفق وكان معاه الفرشاه السماويه، كنز شيطاني من الدرجه الثامنه. قال زعيم الطائفه للشيخ جونج ده انت باين عليك صارف ومكلف قوي المره دي. قال له الواحد لازم يطور من مستوى تلاميذه برضه. وبيكون الاخ شو واقف قدام جانج وجاهز بالطاقه القتاليه بتاعته، ففتح جانج الازازه اللي معاه وخرج منها هاله قرمزيه مرعبه، ودي حبه الدم الهائج اللي من المستوى التاسع، بتزود من تدفق الدم عشرات الاضعاف. اول ما بلعها خرج من جسمه تدفق دموي مرعب. قال له الاخ شو يا ابن المجنونه بالطريقه دي الاوعيه الدمويه بتاعتك هتنفجر. قال له لا يا حدق انا عامل حسابي، وخدت حبه الدرجه العشره، وخد وضع استعداد وظهر في المكان طاقه وهاله قرمزيه قويه جدا، وراح مفعل له 4 تقنيات مره واحده: رايه بحار الدم ودرع الدم المقوس والمخلب الشيطاني ومعاه احذيه ظل الدم. طبعا كل اللي موجودين وانا اولهم فاتحين بقهم ومش فاهمين ايه اللي بيحصل. والاخ شو جات له صدمه وساب السلاح بتاعه وفلق يا مجاهد. وبيعلن الزعيم بتاع الطائفه فوز جانج عن طريق الاستسلام، وكالعاده طلب من الزعيم يروح قسم العمال عشان يكون في رعايه المعلم اللي هناك. قال له انا موافق وسلم لي عليه وقول له ما ينسانيش ويبعت لي شويه كنوز من اللي معاه دي. بعدها سال الشيخ جونج عن تحديد حصص التلاميذ للثروات. قال طب انا راضي ذمتك، هم دول يستحقوا حاجه اصلا؟ دول مش نافعين ببصله. وشكل كده البوابه الداخليه ما بقتش نافعه لتدريب النخبه. ولما بيوصل جانج لقسم العمال بيعرف زوفان انه جات له رساله من زعيم الطائفه. ساله جانج هو انت تعرفه ولا ايه؟ قال له طبعا ده احنا عشره عمر، بس هو كان لازم يفضح الدنيا كده يعني. بعدها ظهر شبح الزعيم وقال له انت يا عم زوفان مش انت عملت عيله ليو قبل كده في تيانيو؟ اعمل لي بقى هنا واحده زيها. قال له قصدك ايه باللي بتقوله؟ طلب الزعيم من جانج ان هو يسيبهم لوحدهم شويه. بعدها قال لزوفان انا عايزك تعمل المكان ده زي البوابه الداخليه، وبكده بنبعد كبار الشيوخ عن اختيار تلاميذ النخبه. قال له ليه يا ابن الناس وجع القلب ده؟ انا كده كده هبعت لك هناك ناس على الفرازه تهزم تلاميذ البوابه الداخليه وتستعيد سلطتك ونفوذك بالكامل. قال للاسف كبار الشيوخ وتلاميذهم نفوذ
نفوذهم متغلغلة في الطائفة كلها، عشان كده أنا عايز أهمش نفوذهم في الطائفة الداخلية تماما. قال له بس اللي أنت بتقوله ده محتاج وقت ومجهود وموارد وكنوز. قال له البركة فيك بقى يا برنس، أنت معاك موارد وكنوز على قلبك قد كده. قال له يا سلام، طب وأنا مالهم أنا؟ وبعدين أنا إيه اللي هستفاده من الموضوع ده؟ قال له مش أنت بقيت تلميذ الطائفة الشيطانية، فأنت لازم تتنازل وتشارك وتضحي. يا ابن الطائفة. المهم وأنا سايب لك بقى المشروع ده من بابه، عملت لك عليه دعاية بنت جنية. قال له حرام عليك، أنا هضيع ثروتي ومالي وحالي ومحتالي على التلاميذ ولاد التلاميذ دول، يكشي ولعوا كلهم، أنا مالي. قال له ما تنساش بس تبقى تحضر لي الكنوز اللي طلبتها منك، وسابه ومشي. قال زوفان ماشي يا منطقة، بكرة تندموا. وبعدها بيجمع العجوز يوان كل التلاميذ عشان يسمعوا التعليمات الجديدة من الرئيس الجديد. قال لهم زوفان هزرنا كتير وضحكنا كتير، دلوقتي بقى وقت الشغل والتقدير. انا ناوي انشئ قسم جديد من النخبه جوه قسم العمال، وده هيساعدكم انكم تخرجوا من هنا. بعدها فضل يقول لهم عن انجازات انشاء القسم ده غير انه هيساعدهم انهم يبقوا زي كوي والعقربه. وفضل يهتف فيهم بعبارات حماسيه ويقول انتوا الامل وانتوا الصفوه، انتوا اللي خربتوا بيتي، الله يخرب بيتكم. وحكى لهم عن مميزات قسم العمال لان الشيوخ بيحسدوه على قدراته وموهبته، وان ناوي يخلي قسم العمال اعلى درجه في الطائفه كلها. قال لهم يلا نخلي الحلم حقيقه. وهنا رد عليه واحد وقال له ايه اللي بتقوله ده في الشنيش، لان تقسيم المواد في الطائفه معروف ومحجوز من الاول. عندك يا سيدي اول حاجه كبار الشيوخ وتلاميذ النخبه، بعد كده الطائفه الداخليه والشماسين، وفي الاخر البوابه الخارجيه. فسال زوفان مين الواد ده، انا اول مره اشوفه. قال له العجوز ده طائر الحديدي اللي اتعاقب واتسجن عشان اتجسس على واحده من المعلمات وهي لا مؤاخذه بتستحمى، والمعلمه دي تبقى ابنه حفيده الشيخ السابع. زوفان ما كانش مقتنع بالحكايه لان الطائر الحديدي رد فعله ونظراته مش باين عليها الكلام ده غير انه اتغدر بيه واتعمل له كمين من كبار الشيوخ. وبيظهر في المكان جوي اللي قال لطائر الحديدي طول عمرك كنت البطل الاول في الطائفه الخارجيه، ايه اللي حصل لك بس وتحضرك كده؟ اتفاجئ زوفان وقال الواد ده انا شفته قبل كده فين؟ فقالت البنت قمر هو انت مش فاكره ولا ايه؟ ده اللي انت ضربته بالمقشه على لا مؤاخذه التوته بتاعته حمرتها له. قال لها افتكرته بالاماره كان لونها مش مشي صح. وبعدين ده من النخبه اللي جابوا عندنا قسم العمال. قال له العجوز ده منضم هنا ما بقولوش يومين لانه سرق حبه روحيه من المستوى السابع. زوفان مش مقتنع وقال طبعا انت جاي هنا عشان انا. قال له بصراحه وعلى الدغري انا جاي اتعلم منك صقل الحاله العقليه. حاول جانج يفهم زوفان ان دي خدعه، ممكن يكون جاسوس عليهم من كبار الشيوخ. طبعا هو ما اقتنعش بالكلام ده ولا انا كمان، لانه مش هيخاطر ويضحي بتدمير مستقبله في صقل الفنون القتاليه. وده كان راي العجوز يوان برضه. هنا قال له الطائر الحديدي والله زمان يا هرم، بس ايه اللي خلاك ترمي نفسك الرميه دي؟ قال له بسبب زوفان اللي ما فيش منه اتنين في الطائفه كلها. بعد كده زوفان قال للتلاميذ محدش يشيل هم بكره من حكايه الكنوز والموارد، الخير كتير والحمد لله، والدليل اهو قدامكم، الواد جانج والبت قمر اللي عنده استعداد وناوي ينطق باسمي ويقول انا جاهز. بس في شرط واحد، هعمل لكم اختبار للجحيم، اللي عايز ينضم ليا واللي هينجح اهلا بيه في قسم النخبه، ده غير الدلع والكنوز والموارد وترابيزات البنج والبلياردو وليله كبيره قوي سعادتك. اما اللي هيفشل فهيفضل خدام زي ما هو. يلا اتذكر فيكم يجي ورايا، واللي بيخاف يطلع بره. واللي وافق وكان في المقدمه طبعا الطائر الحديدي. وفي المقابر بيفتح زوفان مصفوفه البوابه الرباعيه وبتظهر اطياف سودا ظلاميه في المكان. وبنعرف هنا ان المصفوفه دي بتشكل مثلث كوني مع السماء والارض، غرضه التكامل الكوني، بتحول الطاقه بالتدفق والاستمرار. ده غير ان البوابات الاربعه بتضم جواها 3 مصفوفات رئيسيه، الوهم والحصار والقتل. درجه صعوبه البوابات بتختلف حسب مستوى التلاميذ، البوابه الصفراء اقل صعوبه والاعلى بوابه السماء. اما بقى المستوى المصفوفات الثلاثه يبدا ببوابه الغموض وينتهي ببوابه السماء اللي بالمستوى السابع. اتحمس جدا الطائر الحديدي وقال انا معاك يا برنس. قال له زوفان طب ما تتهورش واختار البوابه الغامضه عشان انا خايف عليك. قال له يا نعيش عيشه فل يا موت احنا الكل، وجري على بوابه الارض. اما جوي ابن المجنونه فنط في بوابه السماء. بعدها خرج وهو مضروب ومتدشمل وحالته تصعب على الكافر، وكان وراه الطائر الحديدي متخرشم خالص ووشه جايب دم من كل حته. وبيعلن زوفان فوزهم هما الاثنين في تحدي البوابات. ادى لجوي سيف ظل الشيطان القاتل، وده كنز من المستوى السابع ومعاه 4 اكسيرات هديه. الطائر الحديدي كانت هديته بدله شظايا السحب البارده، وده سلاح شيطاني من الدرجه 6 ومعاه 3 اكسيرات. وبيعلن زوفان عن مكافآت وهدايا كل بوابه. بوابه السماء سلاح شيطاني من الدرجه 7 ومعاه 4 اكسيرات. بوابه الارض سلاح شيطاني من الدرجه 6 ومعاه
ومعاه 3 اكسيرات. اما بوابه الغموض فهيبقى من الدرجه ال5 السلاح ومعاه 2 اكسير. البوابه الصفراء بقى سلاح شيطاني من الدرجه الرابعه ومعاه اكسير واحد وسندوتش مربى. بس التلاميذ سمعوا كده من هنا جريوا على البوابات بمنتهى السرعه. بعدها جوي قال لزوفان ما تقلقش، سلاحك ده هرجعهولك تاني. انا عارف انك بتضحك عليهم عشان ينضموا ليك وخلاص. قال له على فكره دي هديتي ليك بما انك نجحت وهتبقى معايا. بالنسبه للطار الحديدي مش عايزك تقلق خالص لاني هوفر لكم مواد تدريب لازمه طول ما انتم معايا. فرحوا جدا وادوا التحيه للقائد. بعدها زوفان اكتشف ان واحد من 5 تلاميذ راح في الوباء واللي فضل منهم هيبقوا من نخبه. في نفس الوقت بنلاقي الشيخ التاني بيبلغ الشيخ جونج وهو متعصب ان في شويه من تلاميذه سابوه وراحوا قسم العمال، واللي كان بيشتكي معاه الشيخ السابع وقال انا حياتي اتدمرت بسبب قسم العمال، تلاميذي دمروا بيتي وسرقوا الكنوز والموارد. فقال الشيخ جونج الله هو ايه الحكايه؟ هو اللي حصل ايه؟ الطائفه اتجننت ولا ايه؟ قال له الشيخ التاني في واحد كده مجنون في قسم العمال عمال يوزع كنوز وحبوب روحيه بدرجات عاليه واللي عنده احسن 100 مره من موارد النخبه بكتير. بيأمر الشيخ جونج باجتماع عاجل لكل الشيوخ. وفي قصر الزعيم قال مين اللي امر بعمل اجتماع عاجل؟ قال له الشيخ جونج انا اللي عملت كده عشان موضوع حصل في الطائفه ولازم نتناقش فيه. في كارثه داخليه حصلت كفيله انها تدمر الطائفه بالكامل. حكى الشيوخ ان تلاميذهم في حاله هيجان عمالين يسرقوا ينهبوا وعايزين يروحوا قسم العمال. قال الشيخ جونج للزعيم كده الموازين اختلت خالص والاوضاع اتغيرت، عشان كده بطلب من سيادتك اعاده تنظيم قسم العمال وازاله فرع النخبه اللي لسه معمول جديد وتنفيذ قواعد الطائفه بالكامل. ضحك الزعيم باعلى صوته وقال قواعد مين والناس نايمين؟ انتوا نسيتوا ان قسم العمال ده اقدم قسم في الطائفه وطلع منه شيوخ كبار جدا. اوعى حد فيكم يهفوا عقله ويهاجموا او يدمر القسم ده. وبعدين طالما انتوا ما بقيتوش قادرين تحافظوا على تلاميذكم انتوا كده نزلتوا من نظرهم وبقيتوا ادنى مستوى في الطائفه كلها. بعد كده قال الشيخ جونج لكل الشيوخ خلاص يا رجاله موقف الزعيم بقى واضح زي الشمس. اللي حصل ده اصلا اكيد من تخطيطه وده عشان يخلص من البوابه الداخليه، فاذا سيبنا له الحبل على الغارب كده الكنوز والموارد هتقل في ايدينا بشكل كبير. هنا قال واحد من الشيوخ بس ازاي زعيم الطائفه قدر يوفر كل الموارد دي عشان يطور قسم العمال؟ فقال الشيخ جونج والله حاجه تحير بس الاكيد ان في تمويل ضخم للقسم ده احنا ما نقدرش عليه. الزعيم اكيد عامل الحوار ده عشان يلاقي حجه يسحب بيها الموارد بتاعتنا. احنا بقى هنضحك عليه ونحافظ على التلاميذ بتوعنا. ساعتها هيبقى كل اللي صرفه ده في الشنيش ويبقى يوريني بقى هيكمل ازاي. قال كبير الشيوخ طب لو التلاميذ فعلا عايزه تروح قسم العمال انت يا فالح هتقدر تمنعهم؟ رد عليه يا سلام اللي مش عاجبه نقتله واضرب المربوط يخاف السايب، احنا نتفق كلنا ونكون ايد واحده. الكل كان موافق ما عدا الشيخ باي وتشي. فقال يا جماعه فكروا للمصلحه العامه عشان ننقذ البوابه الداخليه. وبعد ما مشيوا قال جونج لكبير الشيوخ سمعت طراطيش كلام كده ان جوي بقى في قسم العمال. اختارها ليه؟ قال له عشان غلط وارتكب جريمه. رد عليه مش مصدق بقى. قال له يا عم خلاص انا بعته هناك عشان يتجسس عليهم. بعدها الشيخ باي وتشي فضلوا يتناقشوا مع بعض هيعملوا ايه الفتره اللي جايه، وفجاه بتجيلهم رساله ان زاو فان واقف على الباب وعايز يقابلهم. بعد السلام والتحية والذي منه حب زوفان يعرف هم ناويين على ايه. في الأول ما كانوش عايزين يتكلموا بس بذكائه وخبرته وعن طريق تلاميذهم قدر يعرف انهم عايزين يبقوا على الحياد. قال لهم لا الكلام ده ما ينفعنيش، انتوا هتفضلوا لحد امتى تحت رحمة الشيخ جونج. ودخل في الموضوع على طول وقال لهم انا عايزكم معايا كشيوخ في قسم العمال لان زعيم الطائفه ناوي يعمل قسم جديد للنخبه وده هيحل محل البوابه الداخليه، ولو حطيتوا ايديكم في ايدي بوعدكم بمكاسب ما تحلموش بيها. واداهم حبه من الدرجه العشره كعربون محبه. قال لهم دوركم بقى تجندوا باقي الشيوخ انهم ينضموا لينا وهياخدوا هديه الانضمام حبه من الدرجه الثامنه. وافقوا على طلبه وبلغوا انهم هيتواصلوا مع باقي الشيوخ في السر. بعد ما خلص رجع لقسم العمال وبلغوا العجوز يوان ان اقبال التلاميذ على القسم الجديد قل بشكل ملحوظ. قال له ده طبيعي جدا لان البوابه الداخليه ابتدت تاخد اجراء ضدنا، بس كده كده البوابه الداخليه هتتفور قريب. انا نجحت في ضم الشيخ باي والشيخ تشي، ده غير ان كوي والعقربه شغالين من كحك لكحك وعمالين يجندوا تلاميذ البوابه الداخليه. في نفس الوقت زوفان كان متضايق وعلى اخره عشان شغال صرف على قسم النخبه من جيبه. قال العجوز يا كبير انا هعوضك، عرفت من كيميائي مخضرم ان في مكان سري في الاراضي الغربيه موجود فيه روح وريد التنين، وبنعرف هنا ان اجتماع ال9 تنانين في الجسم بتعرض الشخص لألم جامد جدا ناتج عن اجتماعهم بالكامل، واللي يتحمل الألم ده يقدر يخترق مستوى تحول الفراغ بكل سهولة، وان احسن طريقة
الاستفادة من أرواح التنانين هي دمج 10 أرواح مرة واحدة عشان يربط بين السماء والأرض عن طريق استخدام القوة دي ويحصل على روح التنين السماوي. القوة دي بتفوق أرواح تنانين الأرض بمراحل، وإن هالة روح التنين السماوي تعتبر من أسياد الأرواح. قوتها تقدر تهزم مستويات صقل كاملة ب5 أضعاف. الطريقة دي مش موجودة في سجلات الإمبراطور الشيطاني القديم، واللي اتذكر زمان في قبر تنانين المجال المقدس إن الشخص يقدر بالقوة الروحية تكثيف ودمج روح تنين حقيقية بقوة جبارة. التقنية دي بتسمى باندماج التنانين ال10، واللي يقدر يعمل التقنية دي توأم التنين المزدوج. سأل زوفان طب مين دان تشينج ده اللي موجود في الأراضي الغربية؟ قال له ده يبقى تلميذ توأم التنين المزدوج، مستواه كان قوي جدا وعداهم بمراحل، وعشان كده حصل بينهم خلاف كبير وسابهم ومشي. بعدها عرف العجوز يوان ان زوفان محجم في جسمه ارواح التنانين التسعة عن طريق النار اللازوردية عشان ما يفقدش اساس صقل ومستواه الحالي. وبعد نص شهر عرف الشيخ جونج والشيخ التاني مع كبير الشيوخ انضمام الشيخ باي وتشي وعدد من الشيوخ لقسم العمال، وده يعتبر تمرد وخيانة وضد استقرار البوابة الداخلية. استنتجوا ان كل اللي حصل ده من تخطيط زعيم الطائفة بالاتحاد مع زوفان. قال الشيخ التاني زوفان ده مدهش وعبقري وما جابتوش ولادة في الفنون القتالية، ده غير مهاراته القوية في الهجوم النفسي. سأل الشيخ جونج المعلومات دي عرفتها منين؟ قال له ابدا ده واحد من الشيوخ حكالي على اللي حصل، ده غير ان زوفان وعدهم باكسير من الدرجة الثامنة. قال له هو متعصب بس كده بيدمر اساس البوابة الداخلية واحنا مش هنسمح له انه يضيع شقانا وتعبنا. انا لازم اروح له بنفسي واشوف الموضوع ده ايه. وفي قسم العمال بنلاقي كوي داخل على تحدي بوابة السماء. حذروا جوي وابنه جانج من قوة وخطورة البوابة دي لانها قوية جدا واعلى من مستوى صقله بكتير. اقتنع بكلامهم ودخل يجرب حظه في بوابة الارض. في نفس الوقت الشيخ باي ومعاه عدد من الشيوخ كان بيشرح لهم فوائد ومزايا الانضمام لقسم العمال والنخبة. فأكد على كلامه زوفان وقال النظام عندنا هنا على اساس التقييم مش المنافسة، وبكده قوة التلاميذ ملهاش علاقة بالقدرة. تقييم هنا على اساس اجتياز اختبار البوابات الاربعة، وده عكس اساس نظام البوابة الداخلية اللي بيعتمد على القوة بس. قعدوا يتناقشوا عن مشاكل الدعم والتمويل الخاصة بموارد التدريب. قال لهم زوفان ما تقلقوش المشاكل دي انا هحلها بنفسي مع زعيم الطائفة. بعدها بيخش عليه كبير الشيوخ ويطلب منه ان يكلمه على انفراد. حذروا الشيخ باي وقال له خد بالك منه، ده ميه من تحت تبد. خدوا المكان لا مؤاخذة في الغابة، واتفاجئ بالشيخ جونج اللي قال له انت تعب نفسك ليه وتعبنا معاك وعايز تخلص على البوابة الداخلية. خد بالك زعيم الطائفة مش هينفعك لانه اصلا بيضحك عليك ويستغلك، ولما يخلص هيقدمك لينا كبش فدا، فانت كده بتشتري عداوتنا على الفاضي. قال له يا عم قول يا باسط ما حدش بيموت ناقص عمر. اتعصب جدا الشيخ جونج وخرجت منه طاقة قتالية جبارة لدرجة انها زقت زوفان لورا كتير. قال له على فكرة انا ما بخافش، وخد بالك انت لو قتلتني زعيم الطائفة هياخدها حجة ويخلص على البوابة الداخلية، وبصراحة كده كده هي ربحانة معايا. قال له براحتك واعمل اللي انت عايزه، بس نصيحة مني ما تخلقش عداوة على الفاضي، وخلي دايما الباب موارب واكسب الكل في صفك. قال له خلاص تمام يا سيدي، اسمح لي بقى استأذن عشان سايب العيال لوحدهم. بعدها قال الشيخ جونج لكبير الشيوخ الثقة اللي بيتكلم بيها الواد ده بتبين انه مسيطر على الوضع بشكل كبير، شكله كده هو اللي بيدير المشهد من ورا الكواليس عن طريق زعيم الطائفة. القوة كده مش هتجيب معاه نتيجة، احنا نبعت الاشبال بتوعنا وهم اللي يتصرفوا. ضحك كبير الشيوخ وقال له يا ابن اللعيبة يا فاجر. ولما رجع زوفان اتفاجئ بان شياطين الجحيم الثلاثة في انتظاره. قال له واحد من الشياطين انا عايزك تنضم للنخبة اللي عندنا. رد عليه اخلص وهات من الاخر عايزين ايه؟ قال له بصراحة احنا بنشكرك على مجهوداتك العظيمة لفرع النخبة في قسم العمال، وزعيم الطائفة بيسلم عليك ويقول لك الكنز اللي انت وعدته بيه يضربه في 4. قال له ليه هو انا فاتحها سبيل ولا ايه؟ ضحك وقال له بهزر معاك يا ابني، زعيم الطائفة هيبعت لقسم العمال نص موارد البوابة الداخلية لانه شايف ان التلاميذ هنا هيبقوا الاعمدة الاساسية للطائفة في المستقبل. قال له جميل جدا، قول لي بقى امتى اختبار تلاميذ النخبة؟ قال له بعد يومين، وخد بالك احنا حجزنا لك مكان. قال له ازاي وانا تلميذ في قسم العمال؟ قال له زعيم الطائفة هيجتمع بكبار الشيوخ عشان يناقش الموضوع ده لانه بسببك اتغيرت قاعدة الطائفة اللي بقالها آلاف السنين. ففرح الكل بزوفان وفضلوا يهتفوا باسمه. ساعتها افتكر مع نفسه انجازاته مع عيلة ليو، فالموضوع بالنسبة له تافه واقل من العادي لان اهم حاجة عنده دلوقتي مساره الشيطاني. وفجأة حس بحاجة في قلبه غريبة جدا، سابهم وطار من المكان وراح للعجوز يوان. ولما وصل افتكر كلام
كبير الكهنة عن المعنى الحقيقي للحياة، ده غير المشاعر الجديدة اللي كان بيحس بيها وما كانش لاقي ليها تفسير، وإن الحياة اديته فرصة تانية عشان يمشي في المسار الشيطاني. بعدها قال للعجوز والنبي الحقني بمكان فاضي ضروري، شكلي كده ناوي على اختراق جامد المرة دي. قال له يا سلام، انت جيت في جمل، عندي ليك شوية اماكن محدش يعرف عنها حاجة، لا الشيوخ ولا حتى زعيم الطائفة. وقال له ده اكتر مكان عزلة وامان في الطائفة كلها، عايز اقول لك المكان ده اللي كان بيتدرب فيه الكيمياء المخضرم. قال له متأكد انه امان يعني؟ قال له وهو بيجري عيب عليك، انا خارج دلوقتي عشان افعل الحاجز الدفاعي. اتفاجئ زوفان ان الحاجز اللي اتشكل من خبراء تحول الفراغ. بعدها قال له العجوز بصوت عالي اطمن يا برنس وحط في بطنك بطيخه صيفي، ركز انت بس في الاختراق بتاعك ومالكش دعوه باي حاجه تانية. بعدها طلب من الشياطين الخمسه لإينو رونج محدش يدخل باي حال من الاحوال حتى لو كان زعيم الطائفه شخصيا. هنا لاحظ شياطين الجحيم الثلاثه هاله مصفوفه حاجز الحياه والموت، والزعيم لما شاف كده طلب كبير الحراس وعرف انه في عزله للتدريب. وبدا زوفان بعمليه الصقل والاختراق لعالم ومستوى جديد في مساره الشيطاني، وبتخرج منه هاله سماويه جباره قدرت قوته الروحيه تخترق اعلى مستوى في طبقه الاناره. هنا فعل تركيز وتجميع القوه الروحيه، انفجرت من جسمه ارواح التنانين التسعه. قبل ما يبدا في تشكيل الروح التنين الارضي سمع زئير رمح التنين اللي خده من المارشال دوجو، ضحك وقال انا ما كنتش متوقع ان الروح العشره هتكون في الرمح ده. مسكه بمنتهى القوه وفعل تجميع طاقه التنانين التسعه مع روح التنين العظيم. ظهر في المكان طاقه جباره بتوصل للسماء، وبيصحى عرق وريد التنين السماوي اللي قال مين ده اللي بيحاول يجمع أرواح التنانين؟ رد عليه شخص بهالة أرجوانية أكيد بشري مميز زي خبير التنين المزدوج المطلق. رد عليه اللي يستحق ده يتعدى على صوابع الإيد الواحدة، وللأسف معظم البشر ما يعرفوش حدودهم وقدراتهم. الوحيد اللي قدر على تشكيل روح التنين السماوي هو توأم التنين المزدوج، لأن الخطوة دي قوية جدا ومليانة مخاطر. قال له طب إيه رأيك يا معلمي آخد الريسك وأجرب؟ قال له طالما انت اخترت يبقى هتنجح، بس لازم تسمع كلامي. قال له سعادتك انا من ايدك دي لايدك دي. رد عليه وقال له اهم حاجة تكون شجاع وما تخافش، ولو هربت مني هجيبك. جهز لي يلا ارواح تنين الارض. قال له من عينيا اللوز ومناخير الجوز. وبنرجع لزوفان اللي ظهرت منه هالة رعدية بتزلزل المكان حرفيا، لدرجة ان الشياطين الخمسة والحاجز بتاعهم كان بيترج من قوة الاهتزاز. قال للعجوز يوان احنا مش لازم نخلي حد ياخد باله، امرهم بتثبيت الحاجز واخفاء طاقة وهالة التنين. ظهرت منه طاقة قوية جدا وخرج منها وريد ختم مهيب التنين، وجهها ناحية المصفوفة وقال يا قوة الله، ده انا في حياتي كلها ما شفتش حد قدر يعمل الموضوع ده قوة روحه اعلى بكتير من مستوى صقله، شكله كده هيعملها ويدمج ارواح التنانين كلها. في نفس الوقت طلب الشيخ جونج بعمل اجتماع عاجل في قصر زعيم الطائفة، وطلب ازالة فرع النخبة بقسم العمال. رد عليه احنا كده بنخالف قواعد الطائفة يا زعيم. قال له الشيخ باي على فكرة كل التلاميذ اللي دخلت القسم كان بمزاجها ومحدش غصبها، واللي مفروض يتلغي هو قسم البوابة الداخلية. قال زعيم الطائفة عليا النعمة الراجل ده بيتكلم صح. قال له الشيخ جونج على فكرة البوابة الداخلية هي اساس الطائفة، وتفكيرك ده انت كده بتهدم القواعد والقوانين. قال له الزعيم على فكرة فرع النخبة ده عامل نتائج ممتازة جدا، وبالمناسبة انا عايز ارقي زوفان لقسم النخبة. وافق الشيخ باي وتشي وعدد من الاتباع. اما الشيخ جونج والشيخ التاني واللي معاهم كان ليهم رأي تاني، وقالوا ان قسم العمال خارج المنافسة وضد القواعد. فحضر شياطين الجحيم الثلاثة وقال واحد فيهم انتوا نسيتوا ان احنا شياطين ولا ايه؟ مين بقى هيهتم بالقواعد والتعليمات؟ لا ده احنا نجيب ضرافة بقى عشان ولاد الاغنياء يتبسطوا، وبعدين انتوا مال اهاليكم؟ مش كفايه قسم النخبة بقاله سنين ما خرجش تلاميذ عدلة؟ وده اللي خلى وشنا في الارض في مسابقة التنين المزدوج. ونعرف هنا ان الاجتماع اللي عمله الشيخ جونج كمين ومصيدة عشان يدي فرصة لاتباعه يتصرفوا براحتهم في قسم العمال. وهنا بتوصل الاخت جوان ومعاها الاخ بينج وسالوا يا ترى مين المسؤول على المكان ده؟ احنا تلاميذ النخبة وجايين نختبر مستواكم. فكان في استقباله كوي والعقربة وجوي اللي قال ياه بقالي مدة ما شفتكيش، قولي بقى الاختبار هيتم ازاي؟ في نفس الوقت اتفاجئ طارق الحديدي بوجود الاخت جوان اللي قالت عامل ايه يا منيل؟ انت برضه لسه متحرش ولا ايه ظروفك؟ رد وقال احترمي نفسك لا اقطعك حتت. قالت له انت ازاي تتجرأ وتكلمني كده؟ انا جدي الشيخ السابع في الطائفة، والجهله امثالك فاكرين نفسهم اقوى من تلاميذ البوابة الداخلية. قال لها جوي طب عشان ننجز الاختبار هيتم ازاي؟ رد الاخ بينج عن طريق القوة، واللي شايف نفسه يجي ويتحدانا. اتحمس واحد من التلاميذ ولسه هيقول انا، خلص عليه الاخ بينج بهالته القوية وقال له ها مين تاني شايف نفسه؟ خاف التلاميذ ومحدش اتقدم الا الطائر الحديدي بسبب الاخت جوان اللي قعدت تسخن فيه بالكلام. حذره جوي وقال له ما تبقاش مجنون، انت في السماء العميقة وهي في طبقة الانارة. ما سمعش كلامهم وهجم عليهم بمنتهى السرعة، حاولت تهجم عليه بطاقتها القوية، مسك ايدها
ايدها ولوى دراعها وكان هيكسره. راحت مفعله تقنيه صدمه الروح فطيرته في الهواء. حاول كوي يلحقه فوقف قدامه الاخ بينج وفعل مصفوفه النار الدائريه، رماه لورا جدا وضحك وقال بقى هو ده مستواكوا وعايزين تبقوا من تلاميذ النخبه عشم ابليس في الجنه. وقالت الاخت جوان بقى مجموعه خدم ومسجونين وعايزين تبقوا من النخبه، ده انا هفرتك وش امكم. وفجاه ظهرت قدامها العقربه وضربتها بطاقتها القويه، فاتدخل الاخ بينج وفعل الفن القتالي العميق باصبع اللهب